احلى سفرة لرمضان، كل سنة وانتم طيبين. عملنا الجلاش الرول وكمان الحمام المحشي فريك. كل سنة وانتم طيبين. وتعالوا نشوف الطريقة. الحمام بتاعنا نضيف، غسلاه كويس جدا ونقعته في مية وليمون، وطبعا شلت كل الزيادات اللي احنا عاوزين نشيلها، ونضفت البطن من جوه، يعني خليته ما شاء الله ما فيهوش اي حاجة. ولو في اي شعرايه زياده لازم طبعا نشيلها. والكبد والقوانص برضو غسلتها ونقعتها في ليمون، ومعايا بشر بصلايه كبيره. وده الفريك بتاعنا بقى، بتاع البلد بتاعنا سوهاج. حلو جدا، وتسلم ايد اللي بعتهولي. جميل جدا بجد، احلى فريك هو فريك بلدنا بجد. لكل حمامية باخد حبة في قبضة اليد، كبشة كده يعني. وطبعا بغسله كويس وبنقعه. نتبل بقى الحمام بالبصل، هنحط له ملح وفلفل اسود، ونتبل الحمام كويس جدا من جوه وبره وما بين الجلد بالشكل ده. ودي خطوة مهمة جدا وبتفرق جدا في الطعم. طبعا بتفصلي الجلد عن اللحم ده لو انتي حابة ان انتي كمان تحشيها فريك او رز، طبعا زي ما تحبي. بعد كده في الاخر رشة من الملح على الجهتين، ويبقى كده جاهز معانا. بنسيبه في التتبيلة شوية، نكون احنا عملنا بقى الفريك. الفريك انا كنت نقعته من اول ما بدأت. ونبدأ بعد كده هنجيب حلة ونحط فيها سمنة بلدي، نسيحها كويس، وبعد كده ننزل بالقوانص والقلوب بس. بعد ما بتتشوح كويس بنزل على طول ببشر بصلاية فيها ملح وفلفل اسود، رشة بسيطة يعني. ونقلب كويس وتتشوح كويس، وبعد كده ننزل بالمية. انا بحب ان القوانص تكون مستوية شوية، يعني ما تكونش يعني ناقصة سوا. فبضطر ان انا احط لها مية عشان اطمن انها تكون مستوية كويس في الاخر. بعد ما بتشرب المية، وطبعا لازم تكون المية مغلية، بتشرب المية. بعد كده بنزل بالكبد تشويحة كده بسيطة، وبعد كده بصفي الفريك، وبنزل على طول في الحلة بالفريك كده، وبشوحه كويس، وبظبط الملح بتاعه وفلفل اسود، رشة بسيطة من كل حاجة. وبعد كده بنزل بالمية مغلية حوالي ربع كوباية، وبسيبه يتشرب المية ويبقى كده جاهز معايا. جميل جدا ما شاء الله، هيعجبكم قوي. اعمليه بنفس الطريقة. هنبدأ بقى نحشي الحمام. فباخد الحمامة كده وبالمعلقة بإيدك بقى بأي طريقة انت تفضليها، ونبدأ نحشي كده في البطن، ونوصل لعند الرقبة، أو ممكن تحشي البطن لوحدها والرقبة لوحدها زي ما تحبي. ما بين الجلد برضو لو حابة ان انتي تحشيه برضو براحتك جدا، بس حاولي ان انتي تفردي الحشو كويس عشان خاطر ما يفرقعش منك في السوا بتاعه في المية، وما تمليهوش قوي. بعد كده بحط أو القنصة عشان اقفل بيها عند البطن كويس، واقفلها كده واكتفها، وتبقى كده جاهزة معايا. جميلة جدا ما شاء الله، بقت بالشكل الحلو ده. كان بقى عندي حمام مفرهد شوية كده ومتقطع من كذا مكان، فبعد ما حشيته غلفته كده بالاسترتش عشان اضمن ان مفيش حاجة تخرج في السلق، وهسلقه لوحده عشان خاطر اضمن ان الشوربة بتاعتي كويسة. المية هنا مغلية، وحطيت فيها المنكهات اللي انا عاوزاها، بصل وجزر وورق لورا وحبهان وقرنفل، اي حاجة انتي بتحبيها وتفضليها. وننزل بالحمامة، بنزل الرقبة الاول عشان تضم على نفسها كده وتقفل على طول مفيش حاجة تخرج. وبنزل بالظهر مش بنزل بالبطن، يعني بنزل الرقبة وبكون في الاخر منزلة الظهر الاول مش البطن. تمام. بياخد السوا بتاعه تلات ارباع ساعة من بعد الغليان، او ساعة كاملة من بعد ما بتحطيه في المية على طول. بعد ما الشوربة غلت بحط بقى بشر طماطم عشان تطعملي كمان الشوربة. بتعرفي ان هو استوى لما تقطعي الجناح فيتقطع معاكي بكل سهولة. كده استوى معايا كله كده الحمد لله، بالشكل الحلو ده. جميل ما شاء الله، مفيش حاجة خرجت منه وجميل جدا. وكمان اللي كنت مغلفاه كمان برضو مفيش اي حاجة خرجت منه وكويس جدا. جميل جدا ما شاء الله. تعالوا بقى نعمل الجلاش رول. اول حاجة هنعصج اللحمة. انا مش بحب احط دهون في العصاج، فبخلي الحلة بتاعتي تسخن كويس، وانزل باللحمة المفرومة تاخد الصدمة وتغير لونها. وبعد كده بنزل بالبصل المبشور واشوحه كويس. وبعد كده لو حابة ان انا احط فلفل براحتي جدا، مش حابة خلاص، يعني دي على حسب الرغبة. بعد كده رشة ملح وفلفل اسود، ولو حابة تحطي قرفة ممكن رشة قرفة ورشة اوريجانو لو انتي حابة. لو مش حابة خلاص براحتك. ونقلبهم كويس.
ممكن تضيفي بشر طماطم ودي على حسب الرغبة. بسيبهم بقى مع بعض شوية وبعد كده بعد ما بتستوي بروح بقى ايه نعمل الجلاش. عندي لفة من الجلاش وعندي صينية مدهونة سمنة، وعندي كده بقى لفة الجلاش لازم اغطيها بفوطة عشان خاطر ما تنشفش لانه بينشف بسرعة. نبدأ بقى اول حاجة هجيب ورقتين ورقتين، وكل ورقتين باخدهم كده بدهن على الوش، يعني مش بفصلهم بالسمنة، لا، الوش بس بعمله سمنة، دهنة من السمنة. وبعد كده بحط الحشو بتاعنا، تقدري تحطي جبن، تحطي اللي انتي حباه. انا حطيت اللحمة المفرومة كده بس العصاج بتاعنا بس، وبعد كده بعمله رول بالشكل ده وبحطه على طول في الصينية بتاعتي. الجهة اللي فيها اخر الورقة لازم تكون من تحت. بعمل الورق كله وبخلصه بنفس الطريقة كده. وبعد كده تقدري تقسميه زي ما تحبي، عايزة الحجم اللي انت عاوزاه. انا قسمتها على 3 بالشكل ده. وبعد كده لازم ادهنه بقى دهنة من السمنة كويس جدا الوش، ونبدأ نعمل التشريبة بتاعته. عندي بيضاية وهحط عليها ملح وفلفل اسود، وهحط بعد كده كمان كوباية من اللبن، ونص معلقة ما تكونش مليانة، معلقة صغيرة ما تكونش مليانة من البيكنج باودر. نخلطهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده نبدأ نشرب الجلاش بالتشريبة دي ونسيبه لغاية اما يتشرب خالص. وبعد كده نحطه في فرن سخن درجة الحرارة 200، رف اوسط، ياخد اللون من فوق ومن تحت. لو اخد لون من تحت ولسه ما اخدش لون من فوق بفتح عليه الشواية ياخد اللون ويبقى كده جاهز معانا. الحمام بقى تقدري ان انتي تعملي فيه اي طريقة في التحمير، يعني ممكن تدهنيه لبن او قشطة او زبادي وتقليه او تحطيه تحت الشواية. انا ما كانش عندي فحطيت معلقة من الصلصة وعليها ملح وفلفل اسود وزيت، وهقلبهم مع بعض كويس جدا وادهن بيها الحمام من فوق وتحت، واحطها تحت الشواية. لو حابة ان انتي تحطيها في الزيت براحتك جدا برضه. تقدري تدهنيها كاتشب او باربيكيو اي حاجة تانية كمان. ادي الجلاش بتاعنا بعد ما طلع جميل جدا. انا سبته هدي خالص وبعد كده بدأت اقطعه، يعني اول ما يخرج ما تبدأيش تقطعي فيه على طول. جميل جدا ما شاء الله، وحاجة حلوة جدا لأي عزومة، وسهل وبسيط ومبياخدش وقت خالص يعني. جربيه وان شاء الله انا متأكدة ان هو هيعجبك. بصوا التسوية بتاعته مظبوطة وواخد لون من تحته ومن فوق، جميل جدا. كده انا جهزت الفطار جميل جدا. ادي الجلاش حلو قوي، وادي الحمام المحشي فريك جميل جدا. هوريكم الحمامة عاملة ازاي، ما شاء الله حلوة جدا وبتتفتح بكل سهولة، مستوية حلوة جدا. الفريك كمان مفلفل قوي من جوه مش معجن ومظبوط السوا بتاعه. اتمنى تجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في قناتي وصفحتي على الفيسبوك وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.